السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده بقى ايه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وهنعمل بقى ايه؟ هنعمل رز بلبن. رز بلبن بقى ايه بطريقة تانية خالص، مختلفة تانية مختلفة عن اللي احنا عملناه قبل كده. طبعا الفتلة دي هتقولوا لي تملي ربطها ليه؟ الفتلة دي صوف. لو خلعتها ايديا بتوجعني، معرفش ليه بقى بصراحة، والله العظيم لو خلعتها ايديا بتوجعني. انا تلاقيني بقى دايما ربطها كده ايه، اول ما اخلعها دراعي يوجعني كله واروح ربطها تاني. رحت جايبة فتلة تاني صوف وربطها تاني، مش عارفة ليه. تملي واخدة في ايدي بقى دراعي برد كده. هنا بقى ايه معايا الحلة اهيت وفيها مية سخنة، اول ما هتغلي هنحط الرز. تغلي المية بس ولا كده يا حبايبي؟ المية غليت. المية غليت، هننزل بقى بالرز. انا غسلاه اهو. دي كوباية رز هنسلقها. كوباية واحدة. نسلق بقى الرز هسلق الرز كده من غير اي حاجة، وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي، يا حلوين يا مأمورين يا مسكرين. خلاص يا حبايبي سلقت. بص الرز، كوباية الرز دي بقت كتير ازاي، سبحانك يا رب. آه الرز بتاعنا اتسلق اهوت خالص، استوى يعني. هناخد بقى منه ايه كوباية. خلاص الرز استوى، هاخد بقى منه كوباية. هو كتير عامة، كوباية واحدة. الكوباية دي بقى ايه هضربها في الخلاط وارجع لكم تاني. هضربها في الخلاط. طبعا هحط شوية لبن ساقع في الخلاط علشان ما يبقاش الرز سخن يبوظ لي الخلاط. اللبن ده مطلع من التلاجة اهو، كده كده احنا هنحط لبن عليه. نضرب بقى كوباية الرز مع اللبن اللي انا حطيته في الخلاط وارجع لكم. خلاص يا حبايبي ضربت اللبن، الرز بلبن في الخلاط. هنزله بقى ايه على الرز اللي هو استوى اللي احنا عملناه. منظره عامل ازاي. هنا بقى يا حبايبي ايه خلاص، هنضيف بقى بقيه اللبن اللي كان معايا في اللبانه. ومعايا برضو ايه لبن تاني ايه هنحط عليه برضو نص كيلو لبن تاني اهو. خدت بس شويه صغيرين هعمل فيهم هحط فيهم النشا. يعني نص كوبايه لبن بس. خدت نص كوبايه اللبن دي نعمل فيها ايه سديد. خدت نص كوبايه اللبن دي احط فيها بس النشا مع عليه بقى. مش هنحط طبعا نشا كتير لان ايه الرز
الرز طبعا ان احنا عملناه في الخلاط ده يعتبر برضه من النشويات وكده. يا حبايبي معايا كوبايه السكر ديت هحطها. طبعا السكر ايه انتوا عايزينه معسل ده حسب الرغبه، يعني ايه عايزينه معسل ماشي، عايزينه ماسك ماشي. انما في ناس ما بتحبوش معسل قوي وفي ناس بتحبه معسل قوي. يعني ما بحبوش معسل قوي بصراحه، يعني مبقاش يبقى جازع كده. هنا بقى ايه الرز يعني غلي هيغلى اهوت. معايا بقى نص كوبايه اللبن دي اللي انا مخليها علشان النشا والكريم جانتيه. معايا معلقه كريم جانتيه. طبعا اللبن ساقع، اللبن ساقع وهنحط معاها كمان معلقه نشا. هما الاتنين مع بعض مش هيعمل حاجه. معلقه واحده نشا اهي، وهقلبهم كده كويس واروح حطهم على الرز بلبن. كده معايا اللي قلبته ده النشا والكريم جانتيه. اول ما يفور هروح اطفي عليه على طول. بس يا حبايبي خلاص كده فار. كده الرز بلبن بتاعنا خلص. وعلى فكره كوبايه السكر كفايه قوي، ده بقى معسل كمان. طبعا ما حطيتش نشا كتير، اللي هي معلقه واحده. ليه؟ لان احنا عملنا الرز في الخلاط. طبعا الرز عباره عن نشا برضو. يعني ما عندهاش نشا ممكن تعمله في الخلاط زي ما انا عملته كده، ما تحطش نشا. بس انا حطيت له معلقه نشا ايه برضو ايه يتلم شويه كده معانا، ما يبقاش صايص كده. بس كده خلاص استوى. هحطه بقى في الاطباق على طول، مش هستنى عليه، اروح انزله في الاطباق على طول، هغرفه يعني في الاطباق. انا جبت بقى الاطباق يا حبايبي معايا وهي وهنغرف يعني. بصوا بقى قوام الرز عامل ازاي، مش تخين بقى التخين القوي دوت اللي يروح لازق في الطبق ما يطلعش تاني. عارفه بقى ولا على تاني كده. خلاص يا حبايبي صبيت الرز بلبن في الاطباق. هحط له بقى ايه معايا جوز الهند. معايا جوز الهند وزبيب. طبعا انا عندي بندق وفستق برضه في التلاجة. بس انا ايه احنا بالليل دلوقتي مش هقدر ادق على الناس علشان ممكن ادق يعني عادي. بس انا ما بحبش اقلق حد والله. ما حبيتش ان انا اقشره دلوقتي. حتى الناس نشوف جوز الهند والزبيب دلوقتي. والله العظيم طالع جميل تحفه والله. تجربوه بس كده الطريقه دي هتعجبكم قوي. وتعالوا يا حبايبي اتفضلوا معانا رز بلبن في الخلاط. خلاط دوت عايز اعمل فيه كل حاجه كل حاجه والله. يعني ربنا يبارك له اللي بدع اللي عمل الخلاط ده، هو والتكييف بصراحه. كل يوم ادعي له اللي عمل التكييف. يعني الخلاط والتكييف ما الواحد مش عارف يستغنى عنهم يعني. تعالوا بقى يا حبايبي اتفضلوا معانا رز بلبن في الخلاط.
جميل جدا والله، والطريقة جميلة جدا وطالع طعمه جميل جدا. ودلوقتي اشوف وشكم على خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة يا حبايب قلبي يا حلوين يا غاليين. السلام عليكم ورحمة